ميدو وشيكابالا وكل نجوم نادي الزمالك يضغطون على جون إدوار المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس الزمالك للإطاحة بيانيك فيريرا المدير الفني البلجيكي بعد خسارة الزمالك في القمة، ويؤكدون أن المدرب البلجيكي لا يمتلك شخصية ولا يصلح لإدارة نادي كبير مثل نادي الزمالك، وكان لابد من رحيله بعد مباراة وادي دجلة في الدوري واستغلال فترة التوقف. وشيكابالا يؤكد أن المدرب يشتبك مع بعض اللاعبين في التدريبات وآخرهم شيكو بنزا وسيف الجزيري ويستبعدهم تماما من حساباته. عماد النحاس يحافظ على سجله خالي من الهزائم تماما مع الأهلي ويصل للفوز التاسع له في المباراة العاشرة التي يقود فيها الفريق الأحمر. ووليد صلاح الدين مدير الكرة يشيد به ويؤكد لجماهير الأهلي أنه يستحق تقدير كبير. عماد النحاس يشيد بشكل كبير بأحمد نبيل كوكا وتألقه في مباراة الزمالك ووضعه البرازيلي إخوان ألفين طوال المباراة في جيبه ومنعه من تشكيل أي خطورة على مرمى الشناوي وكشفه على الحقيقة أمام جماهير نادي الزمالك. جماهير الأهلي تنتظر ما ستفعله رابطة الأندية مع جماهير نادي الزمالك بعد التجاوزات الفجة مجددا في حق زيزو رغم عدم تواجده في المباراة وتكسير البعض مقاعد المدرجات. بعض جماهير الأهلي على مواقع السوشيال ميديا تطالب بضرورة التجديد لحسين الشحات وعدم التفريط في اللعب بعد تألقه الكبير في مباراة القمة. حسين الشحات يؤكد أن كل لاعبي الأهلي يستحقون جائزة رجل المباراة وليس هو بمفرده، لأن الجميع قدم مباراة كبيرة جدا اليوم وظهروا بشخصية البطل. ويؤكد أنه لابد أن يشكر ياسر إبراهيم على تجميعه للاعبين في الأيام الماضية والتعهد على الفوز وإعادة النادي لمكانته الطبيعية. ويؤكد أن الفوز في القمة سيعطي دفعة كبيرة للاعبين في المباريات القادمة ولاعبي الأهلي سيغلقوا الصفحة تماما من أجل التركيز في اللقاءات القادمة. بعد المباراة الكبيرة التي قدمها الفريق في القمة، الأهلي يدرس جديا الإفراج عن المستحقات الخاصة باللاعبين أو على الأقل جزء منها لحين استعادة الصدارة. إمام عاشور يحتفل بجنون في منزله رفقة أصدقائه المقربين بفوز الأهلي ويؤكد أن الأهلي دائما بمن حضر. زيزو يهنئ زملائه بالأهلي بالفوز على الزمالك في القمة ويصفهم بالأبطال وينشر صورة حسين الشحات ويكتب عليها جسمه صغير لكن نينجا. وسام أبو علي يهنئ لاعبي الأهلي بالفوز بالقمة من أمريكا بعد اقتراب الفريق من استعادة الصدارة. موقع ترانسفير ماركت العالمي والمتخصص في الإحصائيات يمنح حسين الشحات أفضل تقييم في مباراة الأهلي والزمالك ويمنح تريزيجيه تاني أفضل تقييم ويمنح مروان عطية وهاني ثالث ورابع أفضل تقييم بعد تقديمهم مباراة أكثر من رائعة. تريزيجيه يغيب عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية لحصوله على الإنذار الثالث أمام الزمالك اليوم. إشادة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا وفي كل مكان بحسين الشحات بعدما قلب مباراة القمة رأسا على عقب بعد نزوله وتسبب في الانتصار. وإشادة كبيرة بمستوى محمد هاني وتريزيجيه وياسين مرعي وكوكا وياسر إبراهيم والذين قدموا مباراة أكثر من رائعة أيضا. عماد النحاس يكافئ لاعبي الأهلي بمنحهم راحة من التدريبات غدا قبل استئنافها في اليوم التالي للاستعداد لكهرباء الإسماعيلية. الكابتن محمود الخطيب يتواصل مع وليد صلاح الدين وعماد النحاس ويهنئهم بالفوز على الزمالك ويطالبهم بضرورة الحديث مع اللاعبين على إغلاق الصفحة والتركيز في المباراة التالية بسبب مخاوفه من نشوة الانتصار في القمة. محمد هاني يؤكد أن اللاعبين عقدوا جلسات عديدة الفترة الأخيرة في منازلهم بعيدا عن التدريبات وتعهدوا على إعادة الأهلي لمكانه الطبيعي، وهم يحتاجون الجماهير أن تكون في ظهرهم بشكل أكبر الفترة القادمة وإن شاء الله سيساعدوهم. وليد صلاح الدين يؤكد أن الأهلي مازال يبحث عن مدير فني يليق بالمرحلة القادمة والرواتب وتحفظ البعض على العمل في الشرق الأوسط وما يؤخر الأمر قليلا. وفيما يخص عماد النحاس واستمراره من عدمه مع الجهاز الفني الجديد فالأمر سيعود إلى لجنة التخطيط ورئيس النادي. الأهلي يؤكد أن إصابة طاهر محمد طاهر عبارة عن تقلصات في العضلة الأمامية واللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة غدا لتحديد حجم الإصابة. عماد النحاس يشيد بشكل كبير بلاعبي الأهلي بعد مباراة القمة ويؤكد أنهم رجالة وعلى قدر المسؤولية وقدموا واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم، لكنهم مطالبين بإغلاق الصفحة والتركيز على القادم والظهور بنفس المستوى في المباريات القادمة. ويؤكد أنه اضطر لإغلاق هاتفه في الأيام الأخيرة بسبب كثرة الرسائل على الواتساب والنصائح من النجوم السابقين وزملائه في الملاعب، وهو يريد أن يشكر وليد صلاح الدين الداعم بشكل كبير له ويصدر له طاقة إيجابية كبيرة جدا منذ تواجده، ويشكر اللاعبين الذين جلسوا كثيرا مع بعضهم الفترة الأخيرة وتعهدوا على إعادة النادي لمكانه الطبيعي، ويشكر أيضا الجهاز الطبي والمعد البدني والذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للفريق مؤخرا. وفيما يخص محمد شريف فهو مهاجم مميز وكان لديه رغبة في التسجيل اليوم لكنه نجح في إعادة الفريق للمباراة بأسيست حسين الشحات، وإن شاء الله يعود للتسجيل في المباريات القادمة.
ميدو يؤكد أن فوز الأهلي مستحق بنسبة 100%، وهذا الفوز بمثابة الخروج من أي مشاكل يمر بها النادي الأحمر الفترة الأخيرة، ويؤكد أن الفوز دائما يخفي أي مشاكل، والخسارة دائما ما تظهر العديد من المشاكل وتمنح فرصة لتصدير بعض الشائعات. ويؤكد أن رد فعل لاعبي الأهلي بعد التأخر في النتيجة كان يؤكد أنهم سيعودون في النتيجة وسينتصرون في المواجهة، لأنهم لاعبين رجالة ووضعوا كل شيء جانبا وقرروا الفوز من أول دقيقة في المباراة. وعلى الجانب الآخر الزمالك ظهر بأسوأ شكل ممكن وقدم أسوأ مباراة قمة له في آخر 15 عام، وقدم اللاعبين أداء مغزي، والرجولة كانت مفقودة تماما، والخسارة أحيانا تكون مقبولة ولكن حينما يقدم الفريق ما لديه في الملعب. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة يشيد بالأهلي والزمالك والشكل الرائع التي ظهرت عليه مباراة القمة، ويؤكد أن المباراة كانت واجهة مشرفة للكرة المصرية أمام العالم. الإعلامي عمرو أديب ينتقد بشدة أداء الزمالك في القمة بعد خسارة المباراة، ويؤكد أن الفريق لم يلعب بنكلة اليوم وأفلت من هزيمة برباعية، ولم يكن هناك أي رغبة في الفوز من اللحظة الأولى، والأبيض أضاع الدوري بعد هذه الهزيمة. والأهلي لعب بثقة كبيرة جدا في المباراة رغم الغيابات الكبيرة والمهمة، وهو لا يعرف ماذا كان سيفعل الزمالك لو كان موجود زيزو وإمام عاشور وبقية العناصر الغائبة للإصابة. ويؤكد أن الأحمر استحق الفوز اليوم وكان يشعر أنه سيفوز وبنتيجة كبيرة رغم تقدم الأبيض في النتيجة في معظم أوقات المباراة. والزمالك الحظ لم يعانده على الإطلاق، بل كان الحظ معه، ولكن هو من رفض الحظ وأضاع العديد من الفرص. جمال عبد الحميد ينتقد أداء لاعبي الزمالك بعد القمة، ويؤكد أنهم قدموا واحدة من أسوأ مباريات النادي عبر التاريخ أمام الأهلي، وأنه لن يفعل مثل البعض ويلقي باللوم على الجهاز الفني فقط، لأن اليوم الجميع مسؤول عن الهزيمة. ويؤكد أن نادي الزمالك دائما ما يمنح هدايا للأهلي ويخرجه من كل أزماته ومشاكله، والمدرب المصري هو الحل الفترة القادمة حتى تتحسن ظروف النادي ماليا والتعاقد مع مدرب أجنبي كبير. هاني رمزي يؤكد أن رغبة الأهلي في الفوز على الزمالك في القمة والشخصية القوية كانت ظاهرة بشكل واضح في مواجهة اليوم، وكان متأكد من عودة الفريق في النتيجة بسبب الروح والرغبة الواضحة على الجميع وبعد استقبال الفريق هدف من ركلة جزاء تحديدا. ويؤكد أن نادي الزمالك ساعد الأهلي على الظهور بشكل مميز في المباراة بالشكل الغير مقنع الذي قدمه لاعبيه، وناصر ماهر وعبد الله السعيد واخوان ألفينا قدموا واحدة من أسوأ مبارياتهم، ولم تظهر أي خطورة لهم على مرمى الشناوي. ورغم الفوز هو مازال يرى أن الأهلي يعاني من مشاكل دفاعية واضحة وتحتاج لعلاج فوري، وخصوصا في الكرات العرضية. سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق ينتقد بشدة البرازيل اخوان ألفينا بعد مباراة القمة، ويؤكد أنه لم يظهر سوى في أول 5 دقائق فقط من المباراة وبعدها لم يراه تماما. وينتقد كذلك فيريرا المدير الفني بسبب محاولة الحفاظ على التقدم بهدف واحد طوال المباراة أمام فريق كبير معروف بقدرته على العودة في النتيجة وتحقيق الانتصار. عماد متعب نجم الأهلي السابق يؤكد أن فوز الأهلي بالقمة سيفرق بشكل كبير جدا مع الأهلي معنويا الفترة القادمة، وسيكون نقطة تحول للفريق في بطولة الدوري. وفيما يخص حسين الشحات وتألقه الكبير، فما يميز حسين أنه جريء جدا على المرمى بعكس بعض أجنحة الأهلي، وحسين أثبت اليوم أنه لاعب كبير، واللاعب الكبير دائما هو ما يظهر في الأوقات الصعبة، وهذه المباراة ستفرق بشكل كبير جدا مع اللاعب الفترة القادمة، وهو يرى أن حسين يستحق المشاركة أساسيا بلا شك. الصقر يتغنى بلاعبي الأهلي بعد الفوز بالقمة، ويؤكد أن الروح والإصرار على التسجيل والفوز في مواجهة اليوم لم يراه منذ بداية الموسم، وكان متأكد من عودة الأهلي في النتيجة. ويشيد بشكل كبير بأحمد نبيل كوكا الذي نجح في إيقاف خوان بيريز تماما، وكذلك حسين الشحات الذي غير شكل المباراة تماما بعد نزوله. ويؤكد أن هذه المباريات تحتاج لاعب مثل حسين الشحات وكان يستحق المشاركة أساسيا. عادل مصطفى مساعد عماد النحاس يشيد بلاعبي الأهلي ويؤكد أن الجميع كانوا رجاله على قدر المسؤولية اليوم وبذلوا أقصى ما لديهم، والجهاز الفني توقع سيناريو المباراة بحذافيره وحذر اللاعبين من البدايات وطلبهم بتفادي أي هدف، ولكن حدث ما حذر منه الجهاز الفني، ولكن نجح اللاعبين في العودة بقوة للمباراة والسيطرة عليها تماما، والجميع يستحق اليوم الفرحة. عصام الحضر ينتقد مستوى محمد صبحي ويؤكد أنه طوال المباراة كان يرتكب أخطاء ساذجة، وحظه جيد أن لاعبي الأهلي لم يستغلوا حالته اليوم، وتقييمه لحارس الزمالك اليوم هو 5 من 10 فقط. وفيما يخص تقييم الشناوي فهو يستحق اليوم 8 من 10 لأنه قدم مباراة جيدة، وكان سيكون نجم المباراة لولا قرار الحكم بإعادة ركلة الجزاء.